السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في قناتكم زينب كيتشن. في هذا الفيديو راح نحضروا مع بعض حلوى تقليدية جد بسيطة وسهلة في التحضير، محشوة بالتمر أو الغرس، بنينة وتذوب في الفم. لأول مرة تشوف فيديو اليوم ما تنسوش الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس. بالنسبة للمكونات جد بسيطة: 150 غرام زبدة ضروري تكون طرية، 5 ملاعق كبيرة سكر ناعم. نخلط الزبدة مع السكر حتى نتحصل على قوام كريمي. نزيد صفار بيضتين ونكمل نخلط مليح. نزيد الفانيليا، من بعد نزيد الفرينة تدريجيا مع نصف ملعقة صغيرة خميرة الحلوى، ونلم العجينة حتى نتحصل على عجينة طرية وما تلصقش. هذا هو قوام العجينة اللي نتحصل عليه. نبدأ في تشكيل الحلوى تاعي. نجيب كمية من العجينة نبسطها فوق يدي بهذا الشكل، ونحط الحشو اللي هو عبارة عن عجينة التمر أو الغرس. بعد ما فورتو زدت له ملعقة كبيرة زبدة وشوية جلجلان محمص وشوية قرفة والقليل فقط من ماء الزهر. عجنته مليح بيدي وشكلته كرات صغار. بعد ما نحط الحشو نغلق الحبة بهذا الشكل ونشكلها كرة، نبسطها شوية بيدي وننقش كل حبة بهذا الشكل ونكمل كامل كمية العجينة. قبل ما نحط حبة اللوز من فوق نغطسها في بياض البيض اللي نحيناه من قبل، وندخل الحلوى تاعي تطيب على 160 درجة مدة طهي 15 دقيقة. بعد ما خرجت الحلوى تاعي من الفرن نخليها تبرد شوية، يعني وهي دافية نرشها بالسكر الناعم من فوق، وهنا نكونوا كملنا الحلوى تاعنا. حلوى بزاف سهلة وما تشدش اليد بزاف واقتصادية. الحشو تقدروا تعوضوه بأي شيء لكن بالتمر أحسن، مذاقها رائع وخفيفة ومناسبة لجميع المناسبات. نتمنى تكون عجبتكم الوصفة وتجربوها. ما تنسوش لايك الفيديو. إلى وصفة أخرى، مع السلامة.